بص، هو امام عاشور في لعبه كده احنا بنلعبها عليه كل ماتش اهلي وزمالك. احنا بنضغط عليه، الجماهير طول ما بتضغط عليه وما بيعرفش يلعب، ما بيعرفش يلعب تحت ضغط. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. زملكاوي. مقارنه سريعه بين تشكيله الاهلي والزمالك ما قبل لقاء الاهلي والزمالك يوم الثلاث الجاي، محمد الشناوي ولا محمد عواد؟ محمد عواد. بس صبحي اللي هيبدا الماتش الجاي، صبحي اللي هيبدا. يعني صبحي بعد تألقه في ماتش فيوتشر انت شايف ان هو اللي هيبدا؟ هو اللي هيبدا الماتش الجاي بتاع الاهلي والزمالك. عمر جابر ولا محمد هاني؟ عمر جابر طبعا، اداؤه ثابت برضه بقاله فتره لكن محمد هاني اصابه شويه حلو شويه وحش، لكن عمر جابر لا ثابت، اداؤه ثابت من ساعه اول الموسم اللي فات يعني. اشتغل على نفسه، لا اداؤه ثابت عمر جابر. اشرف داري ولا صلاح مصدق؟ لا صراحه مصدق. يا راجل كويس وسنه صغير، ولا وهيبقى جنب حسام عبد المجيد، لا هيعملوا ماتش حلو ان شاء الله يعني. حسام عبد المجيد ولا مصطفى العش؟ لا حسام عبد المجيد اداؤه برضه ثابت بقاله موسمين، وفي الماتشات الكبيره لا بيعمل ماتشات كويسه. انت زملكاوي جدا. الدبيس ولا بنتايج؟ بنتايج طبعا. ده الاهلي بيفاضوا. لا طبعا بنتايج طبعا. مستوى بنتايج الفتره اللي فاتت حاجه هايله. طبعا لا بنتايج اداؤه ثابت من ساعه ما جه ادى ماتش السوبر الافريقي بتاع الاهلي، لا ما شاء الله يعني عليه، ثبت مكانه يعني ما شاء الله يعني عليه، فلا هو طبعا احسن يعني. دونجا ولا مروان عطيه؟ وانا زملكاوي بس لا مروان عطيه. مروان عطيه مستواه ثابت. لا دونجا مش قدك يعني، لا لسه تحس ان هو مش لا يعني المركز ده هو مش قادر يأدي فيه بصراحه. فلا مروان طبعا بقاله 3 مواسم مع الاهلي، لا ما شاء الله عليه يعني. فانا زملكاوي بس يعني الحق لا مروان طبعا. احمد رضا الوافد الجديد ولا محمد شحاته؟ لا محمد شحاته. مع ان رضا مستواه حلو جدا. مركز 8 كويس محمد شحاته. لا محمد شحاته هيبقى احسن من احمد رضا ان شاء الله يعني. عبد الله السعيد ولا امام عاشور؟ لا طبعا عبد الله السعيد. بص، هو امام عاشور في لعبه كده احنا بنلعبها عليه كل ماتش اهلي وزمالك. احنا بنضغط عليه، الجماهير طول ما بتضغط عليه وما بيعرفش يلعب، ما بيعرفش يلعب تحت ضغط. فهو الجماهير هتضغط عليه زي كل ماتش. مفيش ماتش اهلي وزمالك لعبه حلو غير الماتش بتاع الكاس بتاع السعوديه، ومن بعدها ما جاش. فطبعا لا، وعبد الله ما يقارنش جنب حد يعني. شايف مستوى عبد الله السعيد برغم سنه يأهله انه يكسب امام عاشور؟ طبعا لا عبد الله ما ينفعش يخش مقارنه مع حد اصلا، ده في حته لوحده. طب لو قلت لك عبد الله ولا قفشه الاثنين بيلعبوا نفس المركز، خبره تكسب. عبد الله ما ينفعش يتقارن جنب حد يعني، هو مركزه احسن. ما ينفعش تقارن بيه حد يعني. انت هات واحد مثلا زي قفشه في سنه لكن عبد الله لا، عبد الله ده في حته ثانيه يعني. حسين الشحات ولا مصطفى شلبي؟ والله بص اقول لك على حاجه، هما الاثنين زي بعض والله. يا راجل الاثنين زي بعض والله. هو مصطفى شلبي وحش وحسين الشحات وحش. انت شايف ان حسين الشحات مستواه وحش اليومين دول؟ لا هو بقاله فتره حسين الشحات مستواه وحش، وشلبي من ساعه ما جه الزمالك ما قدمش حاجه يعني. اختار واحد من الاثنين. ده حسين. اشرف بن شرقي ولا زيزو؟ صعبه دي. صعبه فعلا. لا زيزو. زيزو بص، هما الاثنين طبعا الاثنين عاليين جدا، بس طبعا زيزو انا زملكاوي بقى. من قلبي ماشي وكل حاجه، بس لا يعني زيزو برضه. جراديشار ولا سيف الدين الجزيري؟ والله هو سيف من يعني بقاله فتره، لا جراديشار احسن. سيف بقاله فتره برضه مش مستواه. طب لو قلت لك سيف الدين الجزيري ولا وسام ابو علي؟ لا ممكن وسام. من وجهه نظرك كزملكاوي الاهلي يبدا بمين، جراديشار ولا وسام ابو علي، ولا يلعب بالاثنين؟ لا يلعب بالاثنين. في الاخر نصر المنسي ينزل يجيب الجون ونكسب. وكل سنه وانتم طيبين على كده. كولر ولا بيسيرو؟ لا هو طبعا على اداء الماتش اللي فات طبعا بيسيرو احسن. توقعاتك للمباراه يوم الثلاثاء الجاي الاهلي والزمالك؟ يعني ممكن نقول 2-1 للزمالك. تحب تقول حاجه لنادي الزمالك قبل ما نقفل؟ تقول طلع والله بس يعني هي اللعيبه يعني، هي بس الفكره اليومين دول اللعيبه دايما يعني ايه، هم بيفكروا في الفلوس، والجماهير للاسف هي اللي بتشيل يعني الزعل والكلام ده. لكن هو اللعيب بينزل بيبقى دايما مركز في هو هياخد كام، يعني انا هاخد كام. الجماهير في الاخر هي اللي بتروح زعلانه. يا حبيبي حمدو صور واداني تمر ما شاء الله. اسمك ايه؟ قاسم. كاظم ما شاء الله، ربنا يبارك يا كاظم. اديله. ايوه الله اكبر.